كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا في امان الله وانتم كتشوفوا فيديو جديد. مرحبا بكم فيديو جديد. حريشات في الفران كيجيو مقرمشين كيذوبوا في الفم، كيتعطلوش في الوقت، كيوجدوا في 10 دقائق. ما نطولش عليكم في لا فيديو، ما تنسوش تدخلوا قناتي تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا على التعاليق ديالكم وشكرا على المشاهدات ديالكم. ما نطولش عليكم لا فيديو، ندوزو المقادير بطريقه التحضير. بقاو معايا. بالنسبه للمقادير عندي هنايا بيضه واحده تكون بحرارة المطبخ، كاس لارب ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، 2 كيسان ديال الحليب. وهنايا عندي في هاد الكاس ديال الحليب عندي راس معلقه ديال خمارة الخبز، عندي كاس ديال الدقيق، و4 الكيسان ديال العنبه ديال السميده الرقيقه الحرشه، فانيلا. وعندي هنايا 2 خميرة الحلويات من فئة 100 غرام، قبصة ملح. بالنسبة لطريقة التحضير هنايا غادي نديرو النواشف بوحدهم، عندي السميدة غادي نزيد من فوق منها الدقيق وغادي نخلطو مزيان. وهنايا غادي نزيد 2 ساشيات ديال خميرة الحلويات من فئة 100 غرام، المجموع 16 غرام. وغادي نوليو نخلطو مزيان عاوتاني. وهنايا بالنسبة للسوائل عندي بيضة واحدة تكون بحرارة المطبخ، وغادي نديرو ساشي دو فاني، ولا ممكن تعوضوه بقشور ديال الليمون الحامض، قبصة ملح. وعندي السكر سنيدة، كاس العنبة، كاس لارب ديال العنبة عفوا. نخلطو مزيان مكونات. هنايا غادي نزيد كاس الاول ديال الحليب وغادي نخلطو. هنايا غادي ندير في الوسط واحد الحفيره صغيره باش نخوي الخليط ديالي السوائل ديالنا، نخويوها في الوسط. وغادي نخلط المكونات ديالنا حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. هنايا كيف كتشوفوا العجين ديالنا من بعد ما تشرب مزيان واحد 10 دقائق خليته يرتاح. هنايا عندي واحد الصحن فيه الماء مضروبيني، والصحن الاخر عندي فيه السميده الرقيقه اولا السميده الغليظه اللي بغيتو، اللي كانت متوفره عندكم. يعني غادي نغطس الماء يدي في الماء، وغادي نهز بها كميه من العجينه، وغادي نكورها مزيان، وغادي نمرمدها في السميده عفوا، وغادي نحطها في الصحن اللي كيدخل الفران. هنايا كيف كتشوفوا حريشات ديالنا من بعد ما ساليتهم درتهم في الصحن اللي كيدخل الفران. هنايا دهنتو بالزيت وغادي حطيت عليه حريشات وغادي ندخلو الفران يكون سخون من قبل. هنايا غادي نديرو من التحت، غادي طيب من التحت بعدا على ما طلع وتشقق معانا ساعه نديروهم يتحمروا من الفوق. بقاو معايا. هانتوما كيف كتشوفوا جاو ما شاء الله زوينين مشقين من الفوق، كيجيو صراحه رائعين هشاش مقرمشين من برا وكيذوبوا في الفم من الداخل. هانتوما ما شاء الله. هنايا غادي نكمل لهم الطياب ديالهم من بعد تلاقاو في الشكل النهائي. بقاو معايا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا. هانتوما كي كيجيو رائعين. هانتوما غادي نقسم معكم وحده، يلا خرجتهم من الفران سخانين، كيجيو محمرين من الفوق ومن التحت. هانتوما باقي البخار كيطلع منهم. هانتوما كيف كتشوفوا. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. ما تنساوش تدخلوا قناتي تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه واحد النصيحه عافاكم، انايا غادي ندير
ملي تبغيو تحتفظوا بهاد الحريشات هادو ديروهم في شي بواطة ديال البلاستيك وديروهم في الثلاجة وتبقاو تجبدوهم شوية بشوية مرة مرة تبقاو تجبدو حبة حبة. ما نطولش عليكم الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامة عليكم.